في ناس بتعرف تقنعك تسيب حاجة بتفيدك وتمشي ورا حاجة بتضرك وانت فاكر انك كده بتصلح حياتك. طب ازاي؟ ببساطة في 3 طرق بتتلعب علينا من غير ما نحس. الفترة اللي فاتت بقى في ترندات كتير وخصوصا لدكاترة التغذية بيقولوا كلام عكس كل اللي اتعلمناه والناس بتصدق، لا وكمان بيدافعوا عنهم، مع ان الواقع بيقول ان ناس كتير اتأذت بسبب الاكاذيب دي. فالموضوع مش هزار، دلوقتي بقى ممكن تتخدع وانت فاكر نفسك واعي. من اول الطرق دي واللي بتشتغل مع اغلب الناس وهي العاطفة. عقلك بيفكر بس قلبك بيتأثر اسرع، فاي حد عايز يقنعك بحاجة مش هيبدأ بدليل، هيستغل احساس جواك. وبنشوف الامثلة دي كتير جدا في حياتنا، من اول لحد البروباجندات، ويلعب على نظرية المؤامرة وان هم بيضحكوا عليك وان هو اللي خايف عليك. هناك جنس اخر بيتحكم فينا، مش بشر تماما. هو في مرض اسمه سرطان؟ وساعتها قلبك بيصدق قبل ما عقلك يسأل، بعد كده بيديك اللي انت مستنيه، الدليل. بس المشكلة طبعا مش كل دليل حقيقي، عشان كده في 3 جوانب بدور عليهم في اي معلومة بسمعها. جانب المعرفة، فين مصادره، موثوقة ولا بينقي على مزاجه. وجانب القيم، قيم اخلاق او دين سليمة ولا مشوهة، لو جايب نصوص دينية بيوافق اهل الذكر ولا بيهرتل. وجانب الخبرة، وخد بالك بقى هنا ان المعرفة والتجارب بتتفسر على حسب قيم الشخص، لان لو مفيش قيم اعتبر ان مفيش علم. زي مثلا يعني برضو لما الدكتور قالك ان زي ما الدم حرمه ربنا فعندنا اللبن هو اول بديل للدم. شوف ان انت طول عمرك بتشرب دم. حرفيا بكره التعميم والوسواس القهري اللي حسسك ان انت ما كانش جواك اصلا جهاز مناعي ولا اي حاجه، وان طالما بعض الناس عندها حساسيه من الاكلات دي فبذلك انت كمان ما ينفعش تاكلها. وتالت طريقه وهي الثقه، تشوف حد بتحبه او مشهور او دكتور فتسلم له دماغك. وفي ناس حتى لما بتدور وراه بتدور على اللي يثبت ان هو صح مش اللي يوصلك للحقيقه، وده اخطر فخ. مش معنى ان بعض الحاجات صح يبقى كله صح. فالخلاصة مش اي حد واثق يبقى صح، مش اي حاجة شكلها علم تبقى علم. واوعى تخلي حد يلعب في قيمك او يستغل حبك في دينك عشان يقنعك، وقبل ما تصدق اسأل ودور وتأكد بنفسك. والفيديو ده مش إساءة لأي حد، بس الموضوع ببساطة كلنا ممكن نغلط، عشان كده نفهم مش نقلد. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون.